السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. وحشتوني جدا 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 من آخر فيديو. روتين جديد وفيديو جديد، يلا نصلي على النبي ونبدأ بسم الله. الدنيا ما كانتش مكركبة قوي. آخر فيديو نزلته لكم دي كانت ترويقة عميقة كده من القلب، فهنا كنت بحاول ان انا احافظ على الترويع، فكل هو اول باول شوية فتافيت هنا، شوية حاجات متنعكشة، يعني حاجات برضو كانت يعني نوعا ما بسيطة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي لا يحمد على المكروه سواه. الحمد لله ان احنا عندنا صحة نقوم نعمل ونكركب ونظبط. بحاول اخلي عيالي يلعبوا في اوضتهم الفترة دي علشان الدنيا كلها ما تبصش مع بعضها صراحة، وعلشان برضو ايه يعني ما احسش ان الدنيا مش بتنضف او مش بتتروق. فاهمين؟ صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. لو انت مش عارفاني، انا فرحة، وهنا القناة بنعمل فيها روتينات وفلوجات وحاجات حلوة كتير، وندخل المطبخ وبنرغي كتير، وبنعمل وصفات مع بعضينا حلوة وحادق، وبننشر غسيل وبنغسل مواعين، واللي بتعمليه في بيتك واكتر كمان شوية. مش اكتر منك، لا، كلنا بنعمل هذه الحاجات كل يوم كل يوم بدون استثناء شيء، لان مفيش مفر. الحاجات تتعمل يوميا، لان دي الحياة اليومية. احنا عايشين في الشقق، احنا مش بره، مش سايبين البيوت علشان تفضل نظيفة ومحافظين عليها، فبسيطة والحمد لله. ولادنا صحتهم كويسة، قادرين يلعبوا وقادرين يتنططوا، ويعني الحمد لله. قولوا لي عاملين ايه وبتقضي اليومين دول ازاي؟ الوقت الجو شوية برد وشوية حر، محدش عارف يظبط حاجة. قولوا لي بدأتوا تنظيفات رمضان ولا لسه؟ انا ان شاء الله نويت ان انا هبدأ الفيديو الجاي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بدون مقاطعة هيكون اول تنظيفاتي لرمضان، وهبدأ بالنيش. انا المطبخ كنت عاملاه في رأس السنة، يعني خدت تفاصيل المطبخ واحدة واحدة وكده. فيعني هشوف الحاجة اللي بعده على بال ما ايه اكون انا خدت لفة في الشقة، يكون هو اتبهدل شوية كمان، فاخده في سكتي بعد كده. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. وحدوا الله كده وقولوا لي عاملين ايه، كل سنة وانتم طيبين. رجب بيجري بسرعة قوي، رمضان خلاص بيقرب. قولوا لي جهزتوا قائمة المشتريات بتاعة رمضان؟ فرزت حاجات لرمضان ولا لسه؟ الحاجات دي هتريحنا شوية كتير عشان نظبط دنيتنا، نلاقي وقت ان احنا نقرأ قرآن، نصلي تراويح. طبعا العزومات والحاجات دي في رمضان بتبقى محتاجة ايه؟ بال رايق، فالحاجة تكوني مظبطاها ومهندمة الدنيا. الحاجات دي بتاخد وقت برضو مش قليل. صلوا على النبي وحدوا الله، وربنا يكرمكم ويحسن ما بين ايديكم دايما يا رب. يلا بينا نعيش يوم كامل بكل طاقته، ونشوفوا الدنيا تتغير معايا ازاي. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك علشان اشارككم يومياتي الجديدة دايما ان شاء الله. هي مش جديدة لدرجة ان هي فيها، هي حياة يومية طبيعية، حياة ل3 أطفال. ساعات بتكون الدنيا جاية علينا كلنا، مفيش حد ما بيجيش عليه. الظروف النفسية، والله لو لقيتيها من هنا مش هتلاقيها من هنا. بصي، كلنا نفس الحكاية، في الآخر بنرجع للمطبخ ونغسل المواعين وكل حاجة مش هتمشي. احنا هنعمل، بس خدي بالك من نفسيتك ومن نفسك ومن حاجات كتيرة. محدش هيدفع تمنها أو هيدفع ضرايبها غيرك انتي. ما تجيش على نفسك ولا على جسمك. اهتمي بنفسك وخدي بالك من نفسك، علشان محدش هيشيلك، محدش هيطبطب عليكي لما تقعي. والله جوزك هيفلسع ويقول انتي اللي قصرتي في حق نفسك. يعني ما تجيش على حاجة هتوفر عليكي وقت. الغسالة، لو قدرتك تجيبي غسالة اطباق، وفري الوقت اللي بتغسلي فيه المواعين. ما تقوليش الكهرباء والمية، الحاجات بقت تيجي غالية اصلا. المكنسة مش لسه بقى هتكنسي بالمقشة تلمي بالجاروف، لا، يلا يلا لمي بالمكنسة، لملمي الدنيا كده. اي حاجة توفر عليكي وقت ومجهود والله ما تستخسري في نفسك حاجة. حبي نفسك، حبي لها الراحة، اكرميها، ربنا يكرمك دنيا واخرة. تمام. شوية تفاصيل، غيري دي، هاتي دي مكان دي. انا النهاردة لملمت اللملمة دي علشان كنت حاسة ان في حاجات كده زي الفتفتة اللي قلتلكم عليها، مكان اكل العيال رايحين جايين طبعا وكده، بس انا بحاول اخليهم يقعدوا في الاوضه. احنا التلفزيون ممكن نقعد بال3 4 ايام ما نفتحوش، يا دوبك شغال راديو وبس. لكن ان احنا نقعد نسمع فيلم مسلسل حاجه، ما حدش بيقعد. فالعيال بحاول ان انا يعني نقعد مع بعض اكتر ما احنا بنقعد قدام التلفزيون. كمان كانت يوم الجمعه، انا عملت الخميس والجمعه كنت عند امي، والسبت قعدنا في البيت، بس قعدنا ايوه زي ما بقول لكم في الاوضه بتاعتهم.
فكل شويه صالح يطلع الهدوم من الدولاب ونطبقها ونرجعها، ولعب وتنطيط وكده. وكمان يوم السبت بعد كده رحت شويه عند اختي، ويوم الاحد رحت شويه عند حماتي. فالحاجات دي برضه ساعدت ان البيت ما يتبهدلش بسرعه. بس مش معنى كده ان البيت نظيف مفيهوش اي حاجه، لا. المطبخ انا بدخل بعمل اكل والعيال بتاكل عيش ورده وحاجات كتير، فالحاجات دي ما بتخلصش لا مفر منها. بعد ما خلصت الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد، ربنا يعيننا ويقوينا نكون قادرين ان احنا نشيل ليلتنا. عملت الصاله وعملت الاوضه بتاعت العيله، هعملها بعدين. عملت الصاله عشان العيال كانوا قاعدين فيها بيلعبوا وقت ما انا كنت بعمل الصاله وبصور معاكم. عملت المطبخ وعملت الطرقه اللي قدام الحمام، وكمان دخلت على المطبخ. انا من الناس اللي بتلم التراب الاول، علشان ساعات بتفضفض مني ميه، ساعات بتكب ميه. انا مش بحب ان انا اقف والمكان في الارض مش نظيف. بروق الارض الاول، وساعات لو همسح بمسح كمان وتنشف وافرش، وبعد كده اخش على المواعين. هنا بدأت كده، الارض ما كانتش محتاجه تتمسح، فعملت كنستها، لملمت الدنيا كلها بالمكنسه. وبعد كده غسلت الرخامه ولميت كل المواعين على البوتاجاز وعلى الحوض. وبدأت صلينا على النبي كده، ان انا اغسل المواعين بالراحه كده وبشويش، من غير صربعه. مفيش حاجه بتخلص، لازم الدنيا ايه، انتي اللي تهديها علشان كل حاجه تتبسط وتهدى. مفيش حاجه تخلص وحدها. شويه تجديدات بسيطه، هاتي الكنبه دي مكان دي. يعني انا في التجديده في الترويه العميقه الاخيره اللي عملتها، فرشت الكنب بتاع الكنب، مفارش القطيفه بتاعت، مش قطيفه، الدفايات بتاعت السراير، من باب التغيير، من باب ان الالوان برضو سنه مبهجه. غيري لمضه والله هتفرق، هتنور لك المكان شويه، تحسي ان الالوان باينه على حقيقتها. وبرضو يعني خليكي متفائله، ما تكونيش شخص شايف ان كل حاجه كئيبه وحاجه صعبه، وان الحاجه محتاجه مجهود فولاذي عشان تخلص. لا، خليكي كده عندك نشاط وحيويه، واسمعي الناس اللي بتشجعك. ويا ريت انا ان شاء الله ان شاء الله اكون شخص منهم، ان انا اشجعك تقومي تروقي وترتبي الاوضه اللي انت فيها الاول، وبعد كده تخشي على واحده واحده واحده، تلاقي نفسك والله بتسرحي في الشقه لحد ما بتخلصيها. ف يعني احنا والله بشوفها ناس كتير راكنه المكنسه، راكنه الميكرويف، راكنه الاطقم بتاعتها الغاليه والحاجات اللي بان عليها شكل كويس. ليه يا حبيبتي راكناها ليه؟ اهو مش عادي مش عايزه استخدمها. والله مرة تقولك عشان الكهرباء، ومرة تقولك مش عارف الدنيا هتتزحم. طب ما احنا ممكن نرتب شوية ترتيبات كده بسيطة. شوفي الحاجات اللي ملهاش استخدام كتير عندك في المطبخ، وطلعي مكانها طقم جديد شكله حلو، بس يكون هتشتغلي. يعني مثلا لو جرانيت، هتسلقي فيه وتحمري وتقلي وتعملي كل حاجة، بدل ما انت عاملة طقم ألمونيوم، طقم سلستين، طقم واحدة من التيفال علشان او الجرانيت علشان تسلقي فيها. طب ما انت ليه مشكلة الدنيا كده وعاملة زحمة؟ لأ، هتخلّي بس الحاجة اللي تستخدميها عشان على الأقل المكان يكون فيه هدوء وروقان، أنتِ تبقي مرتاحة وأنتِ بتتعاملي فيه. المفارش، الحاجات دي كلّها، الحاجات اللي تحبيها وتحسيها إن هي مدياكِ طاقة، خلّيها، جددي فيها وغيّري. حركي كنبة، غيّري ستارة. والله لو مش قادرة تجيبي ستاير جديدة، أنا باعمل إن أنا بابدِّل ستارة مكان ستارة، ستارة الأوضة مكان ستارة الصالة، الستارة اللي على باب البلكونة باودّيها أوضة العيال، الستارة اللي في أوضتي باجيبها في الصالة، وهكذا بابدِّل، من باب التغيير. ما إحنا مش هنقدر نشتري كل حاجة. وكمان ليه الأسعار بتاعة الحاجات بتاعة رمضان بأسعار باهظة؟ الواحد عايز يبيع كليته عشان يجيب له كام حاجة في الشقة. كل دلوقتي الفيديوهات مشتريات رمضان، مش عارف حاجات رمضان، حاجات رمضان اللي جبناها اكبر فيديو مشتريات. ليه يا جماعه؟ تمام، الحاجات حلوه، تفتح الفيديو تلاقي الحاجات حلوه برضو وشغاله. فجاه اسال من باب التغيير برضو، انا كمان نفسي اجيب، وانا ما بتقرصي على نفسك من هنا ومن هنا وتقولي اجيب حاجه عشان اغير في الشقه، وهي حاجه تفتح النفس وكده. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. اسال على الكوشن يقول لي ب 199. ليه؟ هياخد المخده يمرجحها في الشقه؟ ليه يعني؟ ليه؟ مش عارفة والله. والراند مش عارفة 300، فرش الكنب 900. مش فرش كامل، بياضات، يعني حتتين كده. انا عندي كنبتين حزانة الحمد لله مكفيين الدنيا ومدفين الموضوع. يعني مش امال عنده حاجات كبيرة هيجيبوا لها بكام؟ بس والله كل حاجة غليت. انا جوايا الحاجة وعكسها، ان الاسعار غليت وكل حاجة غالية، مفيش حاجة رخيصة. بس في نفس الوقت
في حاجات حرام يبقى اسعارها بالشكل ده. يعني فاهمين قصدي؟ والله اتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين. الموضوع مش مستحمل. بنحاول نعمل حاجات كتير، تجديد نفسية، تجديد طاقة في البيت، علشان ما نبقاش مكتئبين، لان الشتاء علشان التقفيل وان الشوارع فاضية والصوت الصمت يملى المكان، بتحسي باكتئاب، واحنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي. عايزين نبقى بيوتنا مليانة بهجة وسرور وسعادة، وربنا يكفينا شر المرض والتعب والحوجة، وربنا يطعم كل جائع على وجه الأرض بحق لا إله إلا الله. البيوت مش حيطان وبلاط، البنيان حب وعشرة واحترام. عيالك بيتك أولى بيهم من بيوت حد تاني. عمري بيتك بولادك، حبيبيهم في البيت. أشوف عيال كتير بتكره بيوتهم، تقولك بيتنا خنيق، بيتنا ضلمة وحش، كله اكتئاب، كله زعل، كله آه خناقة ما بين بابا وماما. معلش استحملي سخفة جوزك وخلي الكلام ده في اوضتكم. حاولي تسيطري على الموضوع. ما حدش هيستحملك انت وعيالك، وانت مش هتقبلي ان حد يكشر في وشهم. فصلي على النبي واهدي وحد الله، وعدي الامور، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم بخير. ربنا يرضيكي ويرضى عنك. امسكي في بيتك بايديكي واسنانك، واصلحيه واعدليه وابني بنيه صالحه. تعلمي ازاي تجددي طاقتك، ازاي تنظمي وقتك، ازاي تكوني بتعملي حاجه وانتي حرفيا مستسهلاها. مش دايما بتشوفي ناس بتقولك ايه يعني شويه مواعين دول ما ياخدوش معايا 5 دقايق، ايه يعني شويه غسيل وتكون بتغسل على غساله عاديه. دي بالنسبه لها الروتين، يعني البساطه، ويعني التميز، يعني الاتقان، يعني التمكن. هي عندها تمكن من اللي هي بتعمله. مبسطه الامور عن نفسها. حاولي تتكلمي مع نفسك بطريقه ابسط. هدي الامور مع نفسك، ما تحسسيش نفسك طول الوقت ان انتي مقصره وان انتي مش نافعه وان انتي وانتي وانتي وانتي. يعني شويه الغسيل، انا كنت بكره الغسيل لانه بياخد وقت، وبالذات لما استاذ صالح بيتحرك حواليا حرفيا بيلخبط اول باول. فلا، بسيطه، هنيمه واطبقهم بسرعه بدل ما امسك التليفون. هنيمه وخلاص. حاجه ورايا من الحاجات اللي بتكون صعبه ان انا اعملها وهو بيتحرك حواليا. اتعلمي تخلي ازاي الصبح في شوية هدوء ودفى. روتين أجمل، يعني الروتين اللي كلنا بنشتكي إن هو في ملل وفي بتاع. الحمد لله على اليوم العادي. الحمد لله إن احنا أيامنا بسيطة ما فيهاش الحاجات اللي بتخلي دايما آه غير اللي هو مستشفيات بقى وتعب ومصايب ومشاكل يكفينا شرها ربنا. الحاجات دي لأ، الحمد لله الحمد لله. يعني أنا هنا كنت عمالة أقول طب أعملها دلوقتي ولا أعملها لما العيال يناموا؟ طب أعملها دلوقتي ولا أعملها بكرة على الشقة؟ عايزاها تفضل نضيفة شوية. وحتى لما بقول لهم احنا شطار وحلوين، عايزين نحافظ على التنظيفة اللي ماما منضفاها، عايزين المكان يفضل شكله حلو ومترتب، احنا عايزين نبقى في مكان نضيف ولا مكان مش نضيف. وخليهم ياخدوا يدوا معايا في الكلام، وفي حاجات لازم تعمليها قدامهم عشان يعرفوا ان الموضوع شاق، ويجربوا معاكي مرة واتنين. بالنسبة للطلبات بقى والحاجات دي، انا مش من الناس اللي احنا عامة، انا جوزي مش بيقبض بالشهر، جوزي بيقبض يوميا، فمش دايما بتكون متوافر معاه ان انا انزل اول يوم في الشهر اجيب طلبات البيت كله، او مثلا في نص الشهر اجيب طلبات البيت كله. يعني احنا مش بينفع معانا ان انا اخد مبلغ وانزل اجيب طلبات البيت. فاحنا كل يوم بنجيب حبة من الطلبات، ولو عرفنا نحوش حاجة بنجيب شكارة مسحوق، شكارة رز، حاجات كده. الحاجات دي بتريح الدنيا معايا الحمد لله شويه حلوين، وبتوفر عليا فكره ان حاجه خلصت ولا ما خلصتش. وبالذات لو انت حاطه طبق معياري في الجردل او في العلبه اللي انت حاطه فيها الرز او الحاجات دي. تمام. من اللبن بعمل قشطه وبحاول اعمل سمنه، فمن هنا برضو في بند التوفير سنه. اي نعم بياخد وقت شويه بس اهو. ولو ما فيش سمنه عادي بعمل بزيت، بعمل البيض والحلويات بزيت. ما قالتش لا وما قالتش انا مش جايه معاكي. هنا انا كنت بعمل لهم بليله، انا القمح بتاع البليله بنقعه ليله كامله، وتاني يوم الصبح بغسله كويس مره واتنين وتلاته، وبعد كده بحطه في الحله وبزيد فوقيه مقداره 3 ميه تقريبا او 2 حسب ما الحله قعد لها شويه قبل ما تتملي خالص. واحطه اول غلوه واشيل الرغوه اللي على الوش، اول رغوه تاني مره بقى يغلي لحد ما الرغوه دي تبطل تطلع. بعد كده بوطي عليه النار وبغطيه بغطا يكون بيطلع سنة هواء سرسوب بخار كده عشان ما يعملش فوران ويبهدل البوتاجاز. وبعد ما بتستوي بسيبها في الحوض او على الجنب يعني تهدى وتبرد.
لحد ما تبرد خالص، وبكون محضره علبه نظيفه بنقولها فيها، وبعد كده بحطها في علبه محكمه ليها غطا، واحطها في التلاجة. يعني كل ما العيال بتقول عايزين حاجه سخنه، عايزين، انا نفسي بستسهل الموضوع ده كتير، ساعات انا بكون عايزه افطر ومش عايزه حاجه مكلكعه، انا نفسي بستسهل الامور ويا دوبك اطلع البليله واللبن واحط معلقه نشا، وساعات ما بحطش، ولو عندي بسكوت بكسره فيه، عندي ام علي الجاهزه بحطها فيه برضو، بتبقى جميله وحلوه. يعني الموضوع حلو وممتع انك تسهلي على نفسك الامور، كل الحياه كلها بسيطه مليانه بالطاقه الايجابيه، بس احنا ندور عليها ونوفرها في حياتنا، وربنا يعينكم ويقدركم على فعل الخير. هنا يكون الفيديو خلص، سلام.